الصديق والزميل الفنان ماهر السليم في أول زيارة ميدانية. لمقر لمقر مسرح الطليعة. اه. اسمح لي بالنيابة عن جروب فنانونا بقول لك مبروك. الله يبارك فيك يا محمود. كل ذوق. الله يخليك. طبعا احنا دلوقتي في مرحلة عصيبة وصعيبة، ايوه. وأي منصب قيادي في هذه الفترة اللي بتمر بيها مصر الكل مشفق عليه. طموحات وامال ماهر سليم مدير مسرح الطليعه. انت شايف العلم ده معاك في الصورة دي اه ولا لا؟ معايا اهو. ده العلم ده انا عايزه يفضل كده على طول، مرفرف عالي بعد قيام الثورة. واحنا عندنا خطة ناقشناها في المكتب الفني وناقشناها في اجتماع المديرين السابق. وممكن تديني ثانية بس اطلعها من الدور كده عشان اقول لك الصوت. عندنا استمرار عرض ليلة القتلة بصفته عرضا متميزا ليتجول ويعرض بالقاعة ويرشح للمهرجانات لتطابق كل الشروط عليه. وبعدين عندنا عرض أنا كريستي هيسافر خارج القاهرة. وبعدين عندنا إقامة يوم اسمه لقاء الأجيال، وده يوم مهم جدا إن احنا بنستدعي فيه كل الناس اللي خرجوا من المعاش وكل الناس اللي أسسوا مسرح الطليعة وما زالوا على قيد الحياة، إنهم يرجعوا تاني يمروا بمسرح الطليعة عند مرورهم بالعتبة، ويحصل تواصل ولقاء أجيال بين القدامى والجدد الشباب، واستضافة مهرجان الثقافة الجماهيرية من لمسرح الهواة اعتبارا من 29/5 لغاية 3/5. 7 عروض فائزة. 29/5 ل 3/5 ولا 3/6؟ لا، ل 3/5 هم 5 أيام بس. انت قلت 29/5 لا، من 29/5 ل 3/6. ايوه. أيوه 3/6. 5 أيام. دول بيعرضوا فيهم 7 عروض متميزة زائد معرض فوتوغرافيا، وبيفتتح المهرجان ده السيد وزير الثقافة. وعندنا بيبدأ عرض اسمه هاملت، عرض ناجح جدا كان بيقدم في مهرجان مسرح الشباب. هيستمر بالهواة لمدة 7 أيام، وعاملين تجربة جديدة إن يتم تبديل هؤلاء الهواة بعناصر ممثلين من مسرح الطليعة عشان نتيح لأبناء الفرقة في الطليعة إن هم يشتركوا بعروض متميزة وفي نفس الوقت يستفيدوا ماديا. وبعدين عندنا بعد بنفتح الباب بعد ذلك اعتبارا من 1/6 لمدة أسبوع أمام كل المخرجين اللي هم من خارج البيت الفني للمسرح، ولكن أعضاء نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج فقط، لتقديم مشروعات من عندهم توضع تحت الدراسة لاختيار المتميز منها وتقديمه ضمن خطة مسرح الطليعة الطموحة. وبعدين اعتبارا من 1/10 عندنا ورشة تدريبية تحت إشراف أحمد كمال لأبناء البيت ومن يرغب من الخارج، لأنه أنت عارف طبعا الممثل طول الوقت عايز تريننج سواء على الأداء أو على الحركة أو على اللياقة، يبقى طول الوقت جاهز وافيلبل للاشتراك في عروض صعبة أو عروض فيها تعبير حركة وما إلى ذلك. وبعدين عندنا مشروع قراءة درامية، وده مشروع كبير قوي، فيه حوالي 15-20 نص من النصوص التي منعت والتي كان يصعب تقديمها لأسباب مختلفة، سواء عن طريق الرقابة أو عن طريق الميزانيات الضخمة أو ما إلى ذلك. والمشروع ده بيتزعمه سمير العصفوري، وبيبدأ بالنص اللي هو كان رواية، وسمير العصفوري حوله إلى دراما اللي هو حكايات الترشدي الحلوجي. وبعد كده هتتوالى قراءات درامية لمخرجين آخرين من البيت أو من خارج البيت مجانا ودون أجور، وهي خطة ثقافية في المقام الأول لإقامة ورش متميزة لتدريب الممثلين على الأداء ليكونوا جاهزين. وبعدين هيتم إنشاء مسرح صيفي بالحديقة الخارجية ومسرح الطليعة لعمل عروض صيفية ميوزيكال قبل العروض اللي في الداخل،
وفي نفس الوقت هنستغله في عروض رمضانية لسهرات رمضانية خفيفة خلال شهر رمضان، ثم نفتتح أول أيام العيد بعرض كبير للقاعة الكبيرة. نأمل أن يكون في عدد كبير من الممثلين لتغطية البطالة الموجودة طوال الوقت. اولا خطة طموحة وبالتوفيق ان شاء الله. السؤال الاخير، الفترة الزمنية اللي هي محددة بعام فقط على كل مديري الفرق الجديدة، هل ده وقت كافي لتحقيق الرؤية والفلسفة لمدير المسرح؟ أنا بالنسبة للمسرح الطليعة حطيت الخطة السنة، ممكن أمشي دلوقتي. والمسارح التانية خطتها واضحة، لأن معظم المسارح الكبيرة زي الكوميدي أو القومي أو الحديث دي يا دوبك بيقدر يقدم عرض أو اتنين من العروض، لأن العروض عندهم كبيرة وبتستوعب عدد كبير جدا من الفرقة. فهو هيبقى بس العبء اللي عليه تحديد هوية المسرح. طيب تقولي بقى لجروب فنانون انتم في العين وفي القلب وهم بيتفرجوا عليك دلوقتي؟ انتوا بتتخانقوا كتير ليه؟ ومحمود عامر قاعد كل شويه يقول يا جماعه ما حدش يقول كلام خارج عن اللياقه، اللي هيعمل حاجه هطلعه بره البتاع. فيعني انا عايزكم تتناقشوا بديمقراطيه الثوره. اهم حاجه ان احنا نسمع بعض. يعني مهم جدا ان احنا ما نرسلش فقط، نرسل ونستقبل ايا كان الراي الاخر، سواء مخالف ليا او متفق معايا. هو مش عدوي، لا، هو في خلافات، انما احنا في مش في وطن واحد، احنا في طبق واحد، يعني بنخبط في بعض. فما ينفعش نتخانق، ينفع نتناقش ونوصل لحوار ونقعد مختلفين، بس نقعد بنحب بعض، يعني نختلف في جلسه النقاش وبعدين نقعد على القهوه نشرب شاي وقهوه ونضحك ونقول نكت ونعمل كل حاجه. ماهر سليم، نورتنا. شكرا لجروب فنانون في الخلق.